انت بتعمل ايه يا حبيبي؟ بتصور هنا؟ يا نجم، ايه تبعك ولا ايه؟ ايه اللي تبعي؟ اصل انا لقيت الفنانه فاتن بتاع الانستجرام مكسره فين يا نجم؟ سيرة فاتن مراتي انا على لسانك هقتلك. انت فاهم؟ ايه يا عم انت مجنون ولا ايه؟ وسع كده ايدك. الله تهبل. امشي. فانزاتي يا حبايبي، وصلنا مليون متابع على الانستجرام ولسه. والله العظيم عيب عليك. في ايه عليك؟ عيب عليك اللي انت بتعمليه ده. واقفه له قدام الزفت ده 24 ساعه وانا راجع من الشغل تعبان وطالع عين اهلي. فين الغدا؟ حضرت الغدا؟ علاء انت بوظت لي الفيديو يا علاء. ما يولع الفيديو. خلاص هخلص الفيديو واخش احضر لك الغدا اللي انت اهو يا ست. نور الدين يا ابو حميد. حبيبي قالوا له انت بالك يومين غايب من الشغل وفي ايه؟ والله يا احمد شويه مشاكل بس كده في البيت، ان شاء الله هنزل من بكره. حبيبي قالوا له الله ربنا يعينك يا حبيبي. هتشرب ايه؟ اي حاجه. صحيح نسيتني كنت هقول لك، وانا بقلب في الانستا كده امبارح لقيت مراتك بتعمل فيديوهات مكسره الدنيا والله. قلب والله يا لولو. حبيبي يا ابو حميد نورت الدنيا. تشرب ايه؟ لا مش عايز اي حاجه. تشرب ايه؟ قول. يلا ناخد كوبايه شاي. فاتن. طيب انا هقوم اشوف الشاي وجاي. انت يا بنت ما عندكيش دم؟ في ايه يا علاء؟ يعني الراجل قاعد معايا من بدري ما عملتوش كوبايه شاي حتى؟ يا علاء بعمل فيديو مهم، خلصه بسرعه هخش اعمل لكم. وايه القرف اللي انت بتعمليه ده؟ ما تعمل حاجه تفيد الناس يا شيخ. بقول لك فيديو مهم يا علاء، مش كل ما اجي اعمل فيديو تقعد تبوظهولي كده. ايه يا صحابي عاملين ايه النهارده؟ وحشتوني قوي على فكره. ثواني يا صحابي شويه وهكلمكم تاني. تمام باي. فاتن ما ينفعش اللي انت بتعمليه ده. يا علاء انا كنت فاتحه لايف، ما ينفعش تخش عليا كده وانا فاتحه لايف. يا فاتن مش 24 ساعه في ال 24 ساعه يعني. انت اتغيرت قوي كده ليه؟ علاء انا الصفحه بتاعتي كبرت جدا وبقى عليها مشاهدين كتير، فلازم طول الوقت ابقى متفرغه لهم. يعني بذمتك ودينك، بذمتك انت فاتن اللي كنت اعرفها؟ انت فاتن اللي كنت اعرفها؟ ماشي يا علاء، لما انت عرفتني ما كانش عندي كل الفانزات دي، دلوقتي انا عندي فانزات كتير، المفروض ان انا طول الوقت ابقى قاعده معاهم عشان خاطر ما يقلوش. ماشي مش في ال 24 ساعه فاتن. ما حدش قال ان هو ال 24 ساعه. انا برجع من الشغل تعبان محتاج اتغدى، محتاج اعمل اي حاجه، ما تساعديني في اللي انت بتعمليه ده. خلاص ما انا بخلص اللي بعمله بقوم اعمل لك اللي انت عايزه يا علاء. ماشي يا فاتن. طب انا بقى هقول لك على حاجه. يا انا يا البتاع ده. ايه اللي انت بتقوله ده؟ اللي سمعتها يا فاتن، وده اخر كلام عندي عشان انا تعبت ومبقتش قادر استحمل خالص. قدامك بكره الصبح، بكره الصبح ترد عليا. الحق يا احمد، دي فاتن مرات علاء اهي، دي بقت مشهوره قوي قوي، انا عايزه اعمل زيها. تعمل ايه؟ اعمل فيديو. عارفه دي بتعمل ايه؟ عارفه بتقدم ايه؟ عماله تقدم هلس في هلس وحاجه اصلا مش عارف الناس اصلا يعني بيشجعوها على ايه. طب انا اتمنى انها تقدم حاجه هادفه، حد يعني حاجه الناس يعني تفيد الناس. انا مش عارف اللي بتعمله ده ايه يعني بصراحه، انا مش عارف والله. بقول لك ايه، هغوصك ايه هغوصك. السلام عليكم. ازيك يا ابو حميد؟ اخبارك ايه؟ ازيك يا مهندين؟ اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله. ما جيتش ليه الشغل النهارده؟ والله كنت شويه تعب بس مش اكتر. زعلان. طيب ما تيجي تتفضلوا معانا البيت قريب اهو. ربنا يكرمك. اتفضلوا والله. وقت تاني ان شاء الله. ماشي. وقت تاني. مش محتاجين حاجه؟ الله يخليك. خليك والله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. عايزه الحمد. يا لهوي ده بيت الفنان. انت بتعمل ايه يا حبيبي؟ بتصور هنا؟ يا نجم، ايه تبعك ولا ايه؟ ايه اللي تبعي؟ اصل انا لقيت الفنانه فاتن بتاع الانستجرام مكسره فين يا نجم؟ سيرة فاتن مراتي انا على لسانك هقتلك. انت فاهم؟ ايه يا عم انت مجنون ولا ايه؟ وسع كده ايدك. الله تهبل. امشي. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل فيه. عملت ايه يا فاتن؟ فكرت ولا لسه؟ هو انت لسه عند الكلام اللي انت قلته امبارح ده؟ انا افتكرتك كنت بتهزر. بهزر؟ ودي حاجه فيها هزار؟ انت مش حاسه باي حاجه. انت عارف يا علاء كويس قوي ان انا مش هسيب الفانزات بتوعي، انا ما صدقت ان انا بقيت مشهور وبقى عندي الفانزات دول كلهم. انت بتختاري فانزاتك على حساب جوزك. انت اللي مقفر الموضوع قوي بصراحه. مقفور. ماشي يا ست فاتن، انا كلامي مع اهلك. لما ابقى قاعد معاك تسيب الزفت اللي في ايدك ده وتكلميني. مركزه معاك يا عم. تسيب الزفت ده وتكلميني. ايه يا عمرو؟ ايه اللي انت عاملاه ده؟ وايه القرف اللي انت بتعمليه ده؟ هو انتوا مش ملاحظين ان انتوا عمالين تحبطوني قوي؟ نحبطك؟ تحبطوني. هو انت مش ملاحظه ان انت مسؤوله عن بيت وعن راجل وعن اسره؟ وانا قصرت مع الاسره؟ قصرت. علاء مكلمني وعلى اخره، ومن الاخر الراجل له حق يزعل يا فاتن.
اللي انت بتعمليه ده اسمه خيابه، اسمه تضييع وقت، اسمه تفاهه. هو اللي دايما بيطلب الحاجه في وقت ما انا بعمل حاجات، اعمل انا ايه يعني؟ لا، تسيب الحاجات وترمي الحاجات وتنفذي طلبات جوزك. طاعة الزوج واجبة، المفروض تخلي جوزك ده رقم واحد في حياتك، مش الفيسبوك والتيك توك ومش عارف ايه والقرف اللي انت بتعمليه ده. وبعدين ايه الهلس اللي انت بتقدميه ده؟ انا بصراحة بتفرج عليك نفسك تتصدق. ايه اللي انت بتعمليه ده؟ الناس حبتني كده وتابعتني على كده. حبهم ايه؟ حبهم قرفك؟ ولا في رسالة ولا في هدف ولا في توعية من اللي انت بتعمليه؟ ما تعمليها يا ست وكل حاجة، بس في وقت فراغك. واللي انت كمان عايزة تعمليها فات النصيحة بقى من اخ لاخته، اعملي حاجة توعي الناس، قدمي رسالة، انصحي الناس، انصحي الشباب، انصحي الست في بيتها تعمل ايه؟ انصحي الست في بيتها تاخد بالها من جوزها وتاخد بالها من عيالها، ما تاخدش بالها من تليفونها والنت والقرف. اسمعيني، لو جات لي شكوى من علاء تاني ما تكونيش غير نفسك، ولو جيت قعدت جنب القعده دي وانت متطلقه ما تزعليش، مش هيبقى لك غير جوزك وبيتك. ايه يا علاء عامل ايه؟ الحمد لله. طب انا عملت لك الشاي. ده الشاي بنفسك ولا جايباه دليفري؟ لا عملته بنفسي. انت لسه زعلان؟ اه طبعا حق ازعل، مزعلش ليه يعني؟ بص يا علاء، انا عارفه ان انت كان عندك حق في كل اللي حصل، ان انا افورتها قوي الفتره اللي فاتت بصراحه، بس انا فكرت في الموضوع ولقيت ان انت ما ينفعش تكون متضايق مني، وعرفت ان ربنا بيكون غضبان عليا والملائكه بتكون غضبانه عليا طول ما انا مزعله جوزي. فبص انا خلاص يعني هراعي البيت وهعمل لك كل اللي انت عايزه، بس في نفس الوقت في الاوقات اللي انا فاضيه فيها اعمل اللي انا عايزاه. يا فاتن انت عارفه ان انا بحبك وبغير عليك، وانا ما اقبلش اللي انت بتعمليه ده. يعني ما اقبلش ان واحد يوقفني في الشارع يقول انا عايز اتصور مع مراتي. طب هغير المحتوى وأعمل حاجة هادفة، مثلا أقدم رسائل للناس، رسائل مفيدة، وقبل ما أعمل أي حاجة هوريها لك الأول. انا واثق فيك ومش بمنعك من اي حاجه، بس زي ما انت قلتي قدمي حاجه تفيد الناس، يعني بلاش الهلس والهبل ده، وما تخليش ده برضه ياخد من وقتك برضه. لازم تخلي بالك من بيتك، تخلي بالك مني، تخلي بالك من الولاد، فاهمه؟ حاضر ما تقلقش، أنا مش هقصر مع البيت تاني، وفي نفس الوقت في أي وقت فراغ أنا قاعدة فيه هعمل اللي أنا قلت لك عليه ده. خلاص ماشي يا ستي، اتفقنا. اتفقنا. ماشي، يلا بينا نخرج بقى. يلا. يلا.